النهارده بقى بنتكلم مع بعضينا عن ازاي تلين السكوتر زي الكتاب ما بيقول. خلينا متفقين كده ان التليين دوت هو اهم فترة في عمر السكوتر بتاعك. ليه بقى؟ لان الموتور في اول ساعات عمل ليه بيكون عامل زي البيبي كده، ما عندوش مناعة، فبيكون الموتور يعني معرض للتلف طبعا في الوقت دوت. كمان ان الموتور بيبقى جواه اجزاء معدنية، والاجزاء ديت طبعا لسه ما طبعتش وبيحصل بينها احتكاك. فعشان كده فترة التليين بتحتاج منك اهتمام كتير جدا بالسكوتر. ومن الاخر لا ينصح ترتاح. انما لو انت يعني جيت على السكوتر في فتره التليين، فالسكوتر هيزعل منك، وكمان انت هتزعل، والاهم ان جيبك هيزعل جدا. وهتلاقي ان السكوتر بدا يفتح بقه كتير، وهترجع بعد كده تقول لا ده السكوتر وحش، لا ده الماركه الفلانيه وحشه، وهكذا. لا، هو السكوتر مش وحش، هي طريقه تعاملك مع السكوتر في فتره التليين هي اللي كانت مش افضل حاجه، وهي اللي ادت بعد كده للمشاكل اللي قابلتك. علشان كده النهارده هقول لك ان شاء الله على اهم النصايح يعني اللي هتفيدك ان شاء الله في فتره التليين. اول ما تستلم السكوتر من المعرض، السكوتر بيكون فيه نوعين من الزيوت: زيت الموتور، وكمان عندنا زيت السي في تي. تمام كده. بيكون موجود في السكوتر زيت الحفظ اللي موجود في المعرض. انا انصحك ان انت تغيره. في بعض الناس بتقول لا امشي عليه 100 كيلو، لكن انا انصحك ان انت تغيره. ليه بقى؟ لان الزيت دوت مركون جوه السكوتر بقاله فتره، والطبيعي ان هيكون اتاثر بعوامل الجو والتمبريتشر والكلام ده كله، فممكن يفقد جزء من الفيتشرز بتاعته، جزء من الخصائص بتاعته، او جزء من اللزوجه بتاعته. فانت تامن نفسك وتغير الزيتين، اللي هو زيت الموتور وكمان زيت السي في تي. طيب، هتكلم على رقم اتنين عشان ديت يعني الانجاز. زيت السي في تي احنا بنستخدم زيت 80 دبليو 90. تمام كده. تقدر تستخدم اي نوع، بس اهم حاجه اللزوجه. اول ما ابقى في المعرض بغيره، وبعد كده تقدر ان انت يعني تمشي بيه لحد ال1000 وتغيره تاني. تمام كده. وبعد كده تمشي عليه لحد ايه كل 3000 لرينج ال 5000 تغيره. هو يعني زيت السي في تي بيبقى لزوجته عاليه، فبيقعد معاك وقت اطول. ده بالنسبه لزيت السي في تي اللي هو رقم 2. بنتكلم بقى على زيت الموتور. هتلاقي في المعرض يقول لك اول تغيير زيت مننا مجانا، وتلاقيه راح حاطط لك زيت كده ايه غير معلوم المصدر. وساعات يحط لك لزوجة 20 على 50. بص، انت امن نفسك وريح دماغك، وانا انصحك ان انت تحط زيوت تخليقيه في فتره التليين. طب ليه زيت تخليقي؟ لان الزيت التخليقي بيكون عليه اضافات، والاضافات ديت بتقلل الاحتكاك، وهو دوت بالظبط اللي انت عايزه في فتره التليين، لحد بس الايه الاجزاء ما تبدا ان هي تطبع مع بعضها وكده يعني. طيب، يبقى انا غيرت الزيتين الحفظ الموجودين في السكوتر، تمام، زيت السي في تي، وكمان هغير زيت الموتور وانا واقف في المعرض. تمام. همشي بالزيت الجديد دوت اللي هو التخليقي. انا بكلمك طبعا عن اللي انا عملته، تمام، وشفت نتيجته يعني، ونتيجته كويسه، فبحاول انقل لك يعني الموضوع دوت. طيب، انا غيرته على ال 300 كيلو. تمام، يعني مشيت بيه من المعرض ومشيت عليه 300 كيلو. اول ما وصلت 300 كيلو رحت مغيره تاني. تمام. التغييره التانيه ديت بقى مشيت عليها لحد ال1000، وبدايه من ال1000 بدات اغير طبعا ايه كل 800. تمام كده. طيب، نراجع بقى نقطه الزيوت ديت تاني. يبقى عندي زيت السي في تي، تمام، دوت انا غيرته وانا في المعرض، وبعد كده غيرته على ال1000، وبعد كده ايه كل ايه 3000 بغيره. تمام، دوت زيت السي في تي. طيب، زيت الموتور بقى. زيت الموتور انا غيرته في المعرض، نزلت زيت الحفظ وحطيت زيت جديد. تمام. كان لزوجة 10 على 40 تخليقي بالكامل. مشيت عليه طبعا الزيت دوت لحد 300 كيلو. بعد ال 300 كيلو نزلته وحطيت زيت جديد برضو لزوجة 10 على 40. تمام. وطبعا تخليقي بالكامل مشيت عليه لحد ال 1000 كيلو. اول ما وصلت ل 1000 كيلو بدات اغير بقى زيت طبيعي خالص لحد الايه يعني كل 800. تمام. ده كده بالنسبه للزيوت. معلومه سريعه برضو: انا بعد ما استلمت السكوتر رجعت عليه، يعني شيكت طبعا على كل الكهرباء بتاعته وضفائر الكهرباء والتقفيل. كمان شيكت على حاجه مهمه قوي: زيت الباكن او زيت الفرامل. ساعات مع الركنه بيفقد اللزوجه بتاعته وبيكون رواسب وبيتاكسد. فانت برضو امن نفسك وحاول ان انت يعني تراجع عليه. ده كده بالنسبه لموضوع الزيوت. تعال نشوف بقى الارشادات اللي احنا المفروض نتبعها في فتره التليين علشان نحافظ على اداء الموتور بتاعنا. بص يا سيدي، لما تركن في الجراج بلاش تطلع مطلع الجراج اللي هو المطلع الغبي دوت من الثبات، لا ارجع ورا. تمام.
وبعد كده ابدا ايه اتحرك تدريجيا واطلع، بلاش الطلعه اللي هي مره واحده لان انت كده بتقرص على الموتور. تمام. طيب النصيحه التانيه طبعا ان انت لازم تسخن، يعني لازم تسخن السكوتر، ودي تبقى عاده عندك سواء في فتره التليين او بعد كده. فتره التليين التسخين مهم جدا 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 لان الاجزاء ما بتكونش لسه برضو طبعت. تالت حاجة بلاش تورس على الموتور، يعني القرص على الموتور فيما بعد هيسبب يعني نتائج وخيمة، فأنا يعني ما انصحكش. طيب نصيحة رابعة بقى، وفي كتير مننا قوي بيتكسف يعملها، ان بتبقى جايب السكوتر جديد فيجي واحد صاحبك يقول لك ايه خدني وراك رايد وبتاع. مش عيب وما تتكسفش ان انت تقول له ان انا بلين في الفترة ديت، لان غلط ان انت تاخد فعلا حد وراك، انت كده بتحمل على الموتور وبتزود يعني جهد على الموتور، والموتور في الوقت ده بيكون في اضعف حالاته، فعلشان كده يعني انصحك ان انت ما تاخدش حد وراك. طيب النصيحه اللي بعد كده ان انت لازم تتدرج في السرعات، يعني تمشي 30 40 50، حاول ان انت تكون السرعه القصوى ليك هي يعني ال 60 كيلو، ما تتعداش السرعه ديت، بلاش جري في الفتره ديت. تمام. امشي تيتا تيتا تيتا. طيب في بعض المدارس بقى بتقول ان احنا يعني نخلص التليين على ال 1000 كيلو، في بعض المدارس التانية بتقول بنخلص التليين على الألف ونص. أنا بصراحة لينت على الألف ونص، يعني فضلت لحد 1500 كيلو. تمام. بحنتف وبغير زيوت في مواعيدها وما بتخطاش السرعات وما باخدش حد ورايا يعني بعمل نفس الإرشادات ديت لحد 1500 كيلو. تمام. طبعا يعني ان انت تلين لحد الألف ده الطبيعي يعني. تمام. بس انا كنت قلوق شويه فزودت فتره التليين، قلت اطمن يعني ايه بالمره. ديت كانت يعني بعض النصايح اللي انا شخصيا عملتها في بعض التليين، وشايف ان هي يعني بصراحه اعطتني اداء كويس للسكوتر، واعطتني يعني نوعا ما ان انا مش بشتكي من مشاكل في السكوتر او ان انا شايف فيه اصوات او الكلام دوت. فعشان كده حبيت يعني انقل لكم النصايح اللي انا عملتها في التليين. ارجو تكونوا مستفدتم. شكرا.